حسام حسن يؤكد تحقيق أهداف المنتخب بالتأهل لكأس العالم، ويصف كأس الأمم بأنها الأصعب، ويبرر الخروج أمام السنغال بعوامل الإرهاق وقلة الراحة. ليفاندوفسكي يدرس الانتقال للدوري السعودي الصيف المقبل. يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع فنربخشة لضم يوسف النصيري. غموض حول مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب بعد الإخفاق القاري. حسن مصطفى يرى أن صفقات الأهلي الدفاعية جيدة، لكنها ليست الأفضل، ويشيد بيوسف بالعمري ويؤكد صعوبة مشاركة اللاعب فوراً. علاء ميهوب يشيد بحسام حسن، يدافع عن الشناوي وصلاح، ويؤكد جودة صفقات الأهلي وحاجة محمد علي بن رمضان لمستوى أفضل. الصحفي الأردني فوزي حسون يؤكد أن صفقة عبد الله الفاخوري ما زالت قائمة، لكن تدخل والده أبطأ الحسم لرغبته في ضمان مشاركة أكبر للاعب وليس المال فقط. تخوف عائلة اللاعب من قيده تحت السن بالأهلي، وتأثير قلة المشاركة على فرصه مع منتخب الأردن في كأس العالم مع وجود عروض من بولندا وتركيا وكرواتيا. عبد الحكيم أبو يؤكد أن بيراميدز هو سبب تأخير الصفقة بعد عرضه ضعف راتب الأهلي ووعده بالمشاركة الأساسية، ما دفع اللاعب لطلب مهلة. مسؤول بالأهلي يرفض ارتداء يوسف بالعمري قميص علي معلول لتجنب مقارنات وضغوط مبكرة، واللاعب يدرس ارتداء القميص رقم 40. بالعمري يشارك في تدريبات المستبعدين، والرجاء المغربي يشكره ويشيد باحترافيته قبل انتقاله للأهلي. دينامو زغرب يعلن رسميا عدم نيته بيع المهاجم الجزائري منصف بقرار حاليا. الأهلي يوافق على إعارة أحمد عابدين لسيراميكا بنظام العقود الثلاثية مع استمرار رفض إعارة أحمد رمضان بيكام. الزمالك يؤكد سلامة موقفه في قضية مستحقات زيزو وعدم وجود قلق. الكاف يعين المصري محمود ناجي حكما لمباراة الهلال السوداني وصن داونز. وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 3-2 قبل مواجهة الأهلي الثلاثاء. الصحف المغربية تنتقد الجزائر بسبب أزمة التأشيرات، والصحافة الجزائرية ترد بنشر صور استقبال بعثة الجيش الملكي. الجيش الملكي يستعد لبيع نجمه ربيع حريمات مقابل 6 ملايين يورو للشباب السعودي. ناصر ماهر يشارك في أول تدريب لبيراميدز بالمغرب استعدادا لنهضة بركان. حسام حسن يطالب بمعسكر طويل قبل كأس العالم وتقليل عدد الأجانب إلى 3 لاعبين لتطوير المنتخب. المجلس الأعلى للإعلام يقرر إيقاف ميدو شهرين بسبب تصريحاته ضد منتخب مصر. الصحف المغربية تشيد بتصريحات وزير الرياضة وحسام حسن حول تنظيم المغرب لكأس الأمم وتهدئة الأجواء بين الجماهير.